في الفيديو ده انا قررت افضح فيه واحد صاحبي، وهفضحه بجد مش هزار. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. هو خاطب وانا بساله اشمعنى دي اللي انت خطبتها؟ اسكت الله يخرب بيت ابوك، اسكت 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 اسكت. عارفين قال لي ايه؟ قال لي بص يا هادي، بصراحه ربنا هي شكلها مش احلى حاجه ومش عاجبني، بس دي اللي تنفع تربي لي العيال، مش زي البنات الشمال التانيه اللي انا اعرفها. وبعدين انا لما عاوز ارضي جسمي يعني هروح اعك مع اي واحده تانيه بره حتى وانا متجوز. الفيديو ده هيعمل له مشاكل لان اصحابنا قليلين ومعروفين، وبالتالي هي لو سمعت الفيديو هي هتعرف هو مين وهتعرف انها المقصوده. الله يرحمك اخوي، انت اوسخ واحد فينا، الله يرحمك يا صاحبي. وهنا بقى انا عايز اتكلم عن مشكله عصر اتربى وهو مزروع في دماغه ان العقل حاجه والقلب حاجه والجسم حاجه تانيه خالص، وان كل واحد فيهم ليه شغله لوحده. العقل تستخدمه وانت بتختار حد عاقل علشان خاطر تتجوزه، والقلب ده تحب بيه اي حد حتى لو كان شمام او سرسجي ماشي يشم في البلاط، لدرجه ان في بنات بتحب ولاد بتشرب حشيش وبتشرب معاهم. احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيره ونضرب بعض. الجسم ده بقى لاي حد تتحرك الشهوه ناحيته، اي حد تتحرك الشهوه ناحيته فده الجسم. انت تستاهل تلاقي حد فيه الثلاثه مجتمعين مع بعض. بجد والنبي يا ابو نواف، والله ابشر يا حبيب قلبي تسلم يا حجل وربنا. وربي ابشر. المفروض الثلاثه يكونوا في شخص واحد، كيان واحد، وعدم ادراكك لده هيخليك تمشي في الارض كده تلبي كل احتياج منهم لوحده. اي حاجه كده انت عايز تعملها هتعملها. وحصل ولا ما حصلش؟ استغفر الله العظيم، حصل يا اخي. فبينا نلاقي بنات كده بتحب واحد سرسجي وبتعمل له كل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت كده حاطه لها 5 6 في الفريند زون، بحيث ان السرسجي ده لو سابها، لان هي عارفه ان هو كده كده هيسيب، عارفه بالعقل ان هو كده كده مش هيتجوزها، بس حاطه كده في الضمان 5 6 كده تانيين يتقدموا لها بقى وتلعب بيهم بعد ما السرسجي ده يسيبها. لان انا طالبها واخوه طالبها والدزار طالبها والبواق طالبها، ده انا جربت اطلبها. اللخبطه اللي بتحصل بين القلب والعقل والرغبه دي معناها انك انت مع الشخص الغلط، ولو كملت معاه وعشت هتعيش حياتك كلها في تعاسه. الرجاله اللي بتتجوز واحده علشان خاطر تربي العيال وبس، ده بيبقى معاه مش مبسوط، بيطلع بره يقعد مع اصحابه كده يفضل يبصبص لبنات الناس اللي رايحه واللي جايه، وطول الوقت عينه مش مليانه، وبيرجع ينكد عليها وبيقرفها، وحرفيا بيتلكك لها على الواحده وبيعملها كخدامه يعني. ايه اللي في وشك ده؟ يا بنت الكلب يا سايبه. نتكلم 5 جد. البنات اللي بتتجوز بعقلها بس وبتختار واحد كده بالورقه والقلم، او واحد كده غني ومضمون، دي اكتر واحده بتعيش تعاسه صامته. بتنام كل ليله جنب شخص وهي مضطره تمثل انها مبسوطه، مضطره تمثل ان هي فرحانه بحضنه، وهي اصلا ما بتصدق انه يبعد عنها او يسافر او يسيبها ويمشي، خصوصا لو كان غني كده وجاي من دول الخليج كده يشتريها، وبعد كده يعني هي ما بتصدق ان هو يمشي وسايب لها شويه فلوس عشان بتفرح ان هو مشي اصلا. مضطره تمثل طول الوقت وهي معاه، لو قعدت معاه بقى على طول ان هي مكتفيه بيه، وهي اساسا بتبلعه بالعافيه. فانت كراجل ما تقبلش على نفسك انك انت تتحط في الوضع ده، ولا انت تقبلي ان انت تكوني في التعاسه دي، لان الموضوع مش بيقف عندكم انتوا بس، لا ده بيكمل سنين لقدام، بيطلع في ولادكم على صوره امراض نفسيه، تشتتات، اضطرابات، كميه امراض وكميه حزن. الاطفال دي بتيجي شايله حزن مش حزنها، اطفال طول الوقت عماله تدفع ثمن غلطه مش غلطتهم. عشان كده الجواز مش معادله عقليه وبس، ولا قرار عاطفي وبس، ولا رغبه جسديه اصلا. الجواز الثلاثه مجتمعين مع بعض، وانت تستاهل ده. ما تبصش لنفسك ان انت ما تستاهلش ده، لا انت تستاهل الثلاثه يكونوا موجودين في شخص واحد. اكتبوا لنا رايكم تحت في الكومنتات.